وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، وممكن تعمليها من غير لحمة، ممكن تعمليها بلحمة، ممكن تعمليها ببواقي التلاجة، بفراخ الموجودة عندك. مش عايزة تعمليها خالص وعندك شوية طماطم كده مستويين في التلاجة، مش عايزة تعمليها يعني بلحمة ولا فراخ ولا حاجة مكلفة في الأيام اللي احنا فيها دي، ممكن تعمليها عندك شوية طماطم، بصلاية، ويلا تعالى نعملها مع بعض. عندك حتة فرخة، حتة لحمة بايتة في التلاجة من الليلة اللي قبلها ومحدش عايز ياكلها، تعالي نعملها مع بعض. بصي، مشي نفسك بأي حاجة إن كانت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تعالي يا بنات يلا نعمل مع بعض الوصفة النهاردة، ولو عجبتك ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي فيها. هاتي بقى قرنبيطة كده بوسط، ونضفيها كده وقطعيها تبع ما انت عايزاها بحجمها كبير عشان لما تتسلق بتتهرى منك، سيبيها. عايزاها حجمها وسط وصغير، اعملي اللي يريحك. يعني في مثل بيقول لك كل اللي على مزاجك والبس اللي على مزاج الناس، فاحنا الحاجة اللي تعجبك اعمليها بطريقتك انت. يعني شوفي الوصفة مني ومن غيري، والحاجة اللي تريحك انت وتحط اضافاتك انت كمان اعملي بيها. جبت قرنبيطة ونضفتها كده واشتلت العروق اللي فيها، وجبت برضو الحتت البيضة اللي بتبقى تحت كده في القرنبيطة من تحت، اشتلتها برضو بالسكينة كده قشر كده اشتلته. وريتها لكم في اول الفيديو. تمام كده تمام. وحطيتها تتسلق، وحطيت في ميه السلق كمون. جبت بصلة كده خليتها اخدت لون ذهبي كده، ونزلت عليها بالطماطم، وهسيبهم ياخدوا كده ويدوا مع بعض لحد ما الطماطم دي تتسبك معايا كويس. حطي بقى بهاراتك اللي تحبيها. عايزه تحطي توم ممكن تحطي فص صغير، بصراحه انا ما حطيتش توم معاها، كفايه القرنبيط يعني. المهم ضربت هنا الطماطم وصفيتها فوق البصله. حطي بقى البهارات، حطي فلفل، كمون، ملح، حطي شويه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. عندك 7 بهارات. في ناس بتحب تحط جوز الطيب في الاكل، انا كنت بحطها وسمعت في الاخر انها حرام، كنت بحط منها قليل جدا، وسمعت ان هي حرام. يعني الناس مختلفة، حرام ام حلال، فالحاجة المختلف عليها حد نوقفها، الدنيا مش هتقف عليها عشان ما نخشش في حرمانية. تمام تمام. عايزة بقى تحطي 7 بهارات، عايزة تحطي مرقة ماجي اللي تحبيه بقى زي ما بتمشي بيتك. مرقة دجاج يعني عشان هي بتبقى اكترها ماجي ماجي، فانا قلت مرقة ماجي. ونسلق بقى القرنبيط. طبعا ما تتكيش قوي عليه في السليق، يعني خليه وسط كده، عشان برضو احنا عايزينه يغلي شوية في ايه، في الصلصة عشان يكون واخد طعم الصلصة. يعني بمعنى اصح نكمل سواه في الصلصة عشان تبقى صينية كده محترمة كده بالقرنبيط، تكون طعمها حلو، ما تحسيش ان انت عاملة كل حاجة لوحدها. عندي بقى حتة لحمة كده في الفريزر، كان عندي كيس لحمة في الفريزر مفرومة ومتعصجة ببصلتها بكل حاجة جاهزة على الطبخ على طول. لما بكون مثلا رايحة اعمل مكرونة بالبشاميل، راح اعمل جلاش، اي حاجه من دي، ما بعصقش على قد الحاجه اللي انا هعمل بيها، بزود شويه يعني. وانا بجيب لحمه مفرومه بزود شويه وبعصق الكميه كلها، تبقى عندي جاهزه في اي وقت ما احتاجها اشدها من الفريزر. بت بتقضي الغرض في ثواني. طلعت انا بقى الكيس ده وقلت له تعالى قضي اليوم معانا النهارده. وقمت جايه لقيته مفكش قوي، نزلته بقى في الطماطم عشان يغلي معاها، وكمان يطلع التلج منه. يعني الحاجة لما بتروح في النار بتطلع التلج، بتحس انها صبحة بقى. طلعت هنا القرنبيط على مصفى كده زي ما انا وريتكم عشان يصفي ميته، عشان هنحمره بقى في الزيت. وحطيت بقية الكمية اللي معايا عشان تتسلق، لان القرنبيطة هي كانت وسط، بس طبعا مش هتيجي كلها جنب بعضها في الحلة، فاهميني. حطيت بقى الزيت على النار عشان ايه، نحمر القرنبيط. انتوا بتاكلوه ازاي يا بنات، او بتعملوه ازاي، او بتحبوا تاكلوه مقلي، بتحبوا تاكلوه بصلصه صواني، إيه بتحبوا تعملوه ازاي؟ إيه عجبتني الصينيه بصراحه، كانت اول مره اعملها وعجبتني، قلت لما اجربها كده. يا سلام بقى لو كان فيه بقى شويه جبنه موتزاريلا كده او شويه ميكس جبن، كانوا ودوها في حته تانية، بس بصراحه ما كانش فيه. بس لو كان فيه ما كنتش استخسرت طبعا وكنت حطيت. المهم هنا حمرت بقى الكمية بقى، بقت الكمية اللي طلعت معايا بحمرها كده في الزيت. وهنا لما الصلصة بتيجي تدخل في سوا بقى يعني تتسبك،
فبسيب فيها شوية مرقة، ما بسبكهاش جامد عشان لسه بقى اسيب القرنبيط يغلي فيها جامد ويبقى يكمل سوا، يكملوا سوا مع بعض. الصلصة تكمل سوا مع القرنبيط، يعني تتسبك كده، احنا بنحب الحاجة متسبكة شوية يعني. بس انا ما سبكتهاش جامد قوي، هي المفروض ان انا كنت اسبكها اكتر ما هي طلعت، عشان لما يكون حد عايز ياكلها بعيش تكون ناشفة كده في العيش. بس انا سبت فيها برضو شوية مرق وصلصة عشان اللي عايز ياكل منها برز. يعني الاكل ده اذواق، كل واحد ياكل اللي هو عايزه. في ناس بتحب تاكل البامية بالعيش، وفي ناس بتحب تاكلها بالرز، والملوخية نفس الطريقة. في ناس بتستغرب لما تلاقي حد بياكلها بالرز، بس كل واحد بياكل اللي على مزاجه. فبرضو هناكلها برز او هناكلها بعيش تبع بقى ما ناكل، فاهمني؟ انا قلت خليني ماسكه العصايه من النص، اسيبها فيها شويه صلصه عشان لو حد اكلها برز. لا، لو سبكتها جامد قوي مش هتنفع تتاكل بالرز، فاهمني كده؟ المهم كملت بقى بقيه الكميه كده في المصفى، وكملت بقيه التحمير بتاعها. وفضلت حيران انقل من هنا الصينيه واحط الصينيه هنا عشان تبقى قدام الكاميرا بالظبط، وفي نفس الوقت عشان برضو تكون المكان عندي واخد الطاسة واخد الصينية جنب بعض. المهم دي أول مرة يا بنات أنا كنت أعمل فيها صينية القرنبيط، وطلعت جميلة جدا جدا. هو أنا قلت أجربها صينية، لأن بصراحة المقلي زهقانين منه ومش بنحبه. ولو عملنا هعمل أقل من قرنبيطة ده بتتبقى وبتترمى، فهعمل ايه؟ فقلت لا، انا هعملها صينيه بصلصه، ولو اتبقى طبق عادي ممكن تاني يوم نسخنه جنب اي اكل انا طبخاه تاني وخلاص. فمشي نفسك بالموجود. ممكن انت بقى ما تعمليهاش بلحمه اصلا خالص، انت تعمليه في صلصه كده خالص وتسبكيها وتاكليها بعيش وخلاص، زي المسقعه مثلا. في ناس ما بتعملهاش باللحمه، ممكن عندك حتة لحمة تشوحيها، تكون بايتة في التلاجة، حتة فرخة تكون بايتة في التلاجة، تشوحيها على النار كده وتنزليها على وشها. لو مفيش خالص اعملي كده، ده بيقضي وده بيقضي. عندك بقى قرن فلفل حامي مش حامي، وزعيه بقى عليها كده وسيبها تتسبك وتغلي مع بعضها، ودخلها الفرن. ويا سلام بقى شوية جبنة موتزاريلا على الوش كده او ميكس جبن، ودوقي احلى صينية قرنبيط. بألف هنا وشفا للي اكلها يا رب، وبألف هنا وشفا اللي هيجربها. لو أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده، ما تبخليش عليا باشتراكك فيها. هنا بقى كانت صينيتنا استوت ودخلت الفرن، خدت وش خفيف، شايفين بتغلي لسه اهي. هوريها لكم بقى، هغطيها عشان تكمل سوا، وهوريها لكم بعد بقى ما طلعت من الفرن وطلعت من كله. وده كان شكلها وكان طعمها جميل. إلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله، دمتم بخير دايما. هنا بقى كنت بطلعها شوف قطع قطع كده، اللحمة بقى فيها وكلها في بعضها. ما تنسوش بقى اللايك لمعلقة القرنبيط الجميلة دي.